اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم منى من ترند في الخمسينة. النهاردة عملنا فطار خامس يوم رمضان. حاجة سهلة وبسيطة، وبصراحة كل حاجة الحمد لله كانت في البيت، ما كلفنيش حاجة خالص. يعني الكبد والقوانص انا بحوشها من الفراخ اصلا، ما اشتريتهاش. وطبعا كل البيوت فيها حتى لو بطاطسيتين تلاتة. عندي كيس مكرونة كده رفيعة حمرتها، وفطار زي الفل وزي العسل، وكل سنة وانتم بألف خير. هنخش على الفيديو نشوف عملنا الفطار ازاي. لايك وشير سبسكرايب للقناة. في البداية عندي بصلاية كده، يا دوب بس دبلت كده على النار بمعلقتين زيت. قطعت القوانص واديت لها تشويحة كده. القوانص طبعا انتوا عارفين انها بتاخد وقت على البوتاجاز غير الكبد. الكبد يا دوب بتحطيها دقيقة واحدة وبتدفع عليها على طول. هديلها تشويحة كده وحط عليها بس رشة سكر صغنونة كده عشان تساعد على التسوية. تمام. دلوقتي حطي عليها البهارات بقى عشان تتشوح معاها. بص، البهارات عندي ملح وفلفل اسود، شويه كزبره وشويه كمون وشويه جوز الطيب. دي البهارات بتاعتي، احطها بس تتحمص مع القوانص وهي شغاله. هديها بس تقليبه كده. اديتها تقليبه كده، حطيت عليها كده يعني ربع كوبايه ميه كده عشان تستوي، خليتها تاخد بتاع 5 دقايق كده سوا. وبعدين حطيت عليهم الكبده. ما تاخدش وقت خالص بقى الكبده، على طول يعني دقيقه ولا دقيقتين كده وبتدفع عليها. عندي قرن فلفل كده سبايس على بارد، وفصين توم حطيتهم عليها واديتهم تقليبه كده. وخلاص كده كده خلاص استوت، فهعصر عليها ليمونه كبيره كده. دي بتدي المزازه والطعامه كلها. وفي تركه كمان بحب احطها على الكبده دي، يعني حبه ايه، دبس رمان كده، بتاع معلقه دبس رمان. بتاكلي احلى كبده، والريحه اللهم اني صايم، تحفه جدا جدا. احمر جنبهم بقى شويه مكرونه، يعني كان ممكن اعمل مكرونه بالصلصه بس قلت تغيير يعني. احمر جنبهم شويه مكرونه. عندي حله فيها معلقتين 3 زيت كده. حطيت المكرونه الرفيعه خالص دي بتاعه التحمير، واقعد اقلب فيها لحد ما تاخد اللون اللي انا حباه. ما بحطش حاجه غير فص ماجي. تمام. وفلفل اسود وملح. عفوا. واديها تقليبه لحد مثلا من فص الماجي يفك كده شويه. عايزه اقول لكم ان الماجي ده انا عاملاه معاكم على القناه. وكمان الصلصه دي كمان عملتها، انا عاملاها في البيت. حطيت معلقه صلصه، ده كل اللي بحطه على المكرونه المحمره. واسقيها. اذا كان عندك شوربه حطي، ما عندكش شوربه حطي شويه ميه. وسيبيها بس تبقبق كده، عامله زي المبقبق على فكره، شكلها زي شبه المبقبق كده. سيبيها بس تبقبق كده شويه تشرب الميه بتاعتها. وطي عليها لحد ما تستوي زي الرز بالظبط. وادي الفطار بتاعنا زي الفل وزي العسل، ويوم وعدى، وكل سنه وانتم بالف خير. حمرت جنبيهم شوية بطاطس مع طبعا الكبد والقوانص، وعملت طبق سلطة محترم كده. والعصير بتاعنا كان فيه جوافة وتمر البلح يعني، وحاجة كده زي العسل. وادي الفطار بتاعنا، ان شاء الله يا رب يكون عجبكم. ولو عجبكم الفيديو يا ريت تدعمونا بلايك شير سبسكرايب للقناة. اشوفكم في فيديو جديد.